طيب، وكنت انا وانا صغير اهلاوي اكيد. يعني. كنت مع والدي بنروح الماتشات 8 سنين و9 سنين. ابويا كان مجنون نادي الاهلي. كنا بنروح كل الماتشات. كان ابويا راجل مستشار وما يروحش الدرجه المقصوره خالص، كان لازم يقعد في الدرجه الثالثه. وكان ياخد العلم الاحمر. العلم الاحمر انا رحت ماتشات يا كابتن ايه، رحت ماتشات كوتوكو مع الخطيب جاب الجول. رحت ماتش بلعبها معاك يا ابني حسين مذكور. بالظبط. رحت ماتش حسام حسن اللي تعادل في الثواني الاخيره ضد طارق عبد العليم. الحكاية بدأت من حوالي 40 سنة لما كابتن الزمالك التاريخي راح اختبارات النادي الأهلي، ولكن بقى صديقي تم رفضه بداعي انه قصير شوية، فزعل واتقمص وراح الزمالك. المضحك بقى في الموضوع انه بيقول لك انه كان اهلاوي وهو صغير، ولكن لما كبر وعقل بقى زملكاوي. وكمان بيقول لك ان هو قال يشجع الفريق اللي بيكسب من غير تحكيم، او يعني لا سمح الله اي مساعدة خارجية اللي هو الزمالك بتاع الاحتواء. طيب يا كابتن، ادينا عملنا فيديو مخصوص لحضرتك علشان نشوف فعلا اذا كنت كبرت وعقلت ولا كبرت وعقلت برضه، مش عايزين مشاكل. وعلى بركة الله نبدأ ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بكل الاهلاوية على كوكب البليل. ولو انت يا صاحبي اهلاوي انزل دلوقتي حالا نعمل سبسكرايب وفعل الجرس. اما بقى حضرتك لو بتاع بليلة اوعى تتعب نفسك بالله عليك يا اخي، اوعى تعمل اي حاجه. ونبدا مع بعضنا كده واحده واحده وبشويش كلام البليل. الامثال الشعبيه يا صاحبي اللي بتعبر عن حلقه النهارده او فيديو النهارده كتيره جدا، زي مثلا احترس من من يقترب الى الارض زي حالاتي كده، وكمان ان لم تستحي فافعل ما شئت، وكلام كتير جدا. المهم يا سيدي، حكايتنا النهارده عن الكابتن التاريخي لنادي الزمالك والاعلامي الرياضي برضه في قناه الزمالك كابتن خالد الغندور. طبعا انا لو قلت لك انت منورني ازاي مش هتصدقني، لا بجد نورك غطى على اي اضاءه. منور يا كابتن، ربنا يستر بقى ونعرف نكمل الفيديو ده. بص يا صاحبي، كابتن خالد الغندور دايما متهم بان هو بيثير الفتن، مش بس في الرياضه المصريه، لا يا صاحبي ده صيته وصل بره مصر كمان، وبقى بيثير الفتن على المستوى الافريقي. ومش انا اللي بقول كده خالص، لا ده اللي انت هتشوفه كمان شويه بالدليل هو اللي هيقول لك كل حاجه. يمكن يا سيدي اكون انا ظالمه، على العموم هنتاكد من كل حاجه ما تقلقوش. المهم بس في الاول عايزين نعرفكم حاجه بسيطه جدا هيترتب عليها باقي الفيديو. كابتن خالد الغندور قال كتير جدا قبل كده ان هو كان اهلاوي وهو صغير، علشان يعني ابوه كان اهلاوي، ولكن بقى لما كبر وعقل قرر ان هو يبقى زملكاوي. طب يا ترى ايه السبب يا كابتن؟ قال لك حبيت اشجع الفريق اللي بيكسب من غير تحكيم. لا احنا مش بنهزر، ده الموضوع معاه من وهو صغير. وكمان يا صاحبي هو مش بس كان بيشجع الاهلي وهو صغير، لا ده كمان راح اختبارات النادي الاهلي وهو صغير. ولكن بقى المفاجأة بالنسبة له هو في التوقيت ده ان تم رفضه. وفي النادي الاهلي قالوا لك لا ده قصير مش هينفع معانا، هم قالوا كده او هو قال كده فعلا، هو ده اللي حصل. وعايزك تاخد بالك من الكلمتين اللي فاتوا دول لان هم دول بدايه الحكايه. يا صاحبي احنا مش هنخلص بقى كل واحد يروح اختبارات النادي الاهلي وهو صغير ويتم رفضه يطلع علينا ويزهقنا بشويه عقد كده حلوين قوي. المهم يا سيدي، الكابتن التاريخي لنادي الزمالك انضم لناشئين الزمالك بعد ما تم رفضه في ناشئين النادي الاهلي، واللي اصر على انضمامه للزمالك كان كابتن فاروق جعفر الله يمسيه بالخير. وطبعا عارفين ان في الزمالك بيربوهم على كره النادي الاهلي مش حب الزمالك خالص، وده مش كلامي برضو، ده كلام كابتن هاني العجيزي في لقاءات كتيره جدا قبل كده. المهم يا سيدي، كبر الكابتن التاريخي لنادي الزمالك داخل جدران القلعه البيضاء على كره النادي الاهلي. وضيف دي يا صاحبي للي قلناه في الاول ان هو تم رفضه في ناشئين النادي الاهلي. المهم كبر وبقى نجم الزمالك الاول في الجيل، وبعد اعتزاله الكوره اشتغل في مجال الاعلام الرياضي واشتغل في قنوات كتيره جدا، وكان بيحب دايما ان هو يثير الجدل بلاش الفتن، ويجيب يعني ويتكلم ويناقش قضايا مهمه للغايه او قضايا بتثير الجدل من وجهه نظره هو، زي مثلا قضيه نادي القرن اللي انا متهيألي او على ما اعتقد كده ان مفيش اي اعلامي رياضي
ناقش القضيه دي اكتر من كابتن خالد الغندور. وكابتن بندق مع انه محسوب على الزمالك ولكن كل كلامه هتلاقيه عن النادي الاهلي وبس. يعني اقرب مثال يا صاحبي ماتش الاهلي والاسماعيلي اللي كان في الدوري لسه من يومين ده، واللي الاهلي فاز بيه بنتيجه 1-0 وكان فيه هدف اتلغى للاسماعيلي يعني، وقال لك ان هي جت في ايدين اللاعب. وشفنا كلنا انفجار الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، مصمم انا عليها كل شويه لازم اقولها، الكابتن التاريخي دي لنادي الزمالك شفنا انفجاره بعد مباراة الاهلي والاسماعيلي وبعد الغاء هدف الاسماعيلي، والدفاع بكل قوة عن نادي الاسماعيلي وكأنه من ابناء الاسماعيلي، وكلام كتير جدا عن ظلم الاسماعيلي وكفاية بقى حرام ومتقلقوش يا جماهير الاسماعيلي ان شاء الله الاسماعيلي مش هيهبط. وكل ده يا صديقي حصل في قناة الزمالك. الزمالك اللي هو في المركز الثالث دلوقتي وملهوش علاقة خالص بالماتش ده اصلا. وفي نفس ذات النفس طلع علينا مدير الكرة في نادي الاسماعيلي وقال لك ان اللاعب اعترف له وقال له فعلا يا كابتن الكرة جت في ايدي. ولكن بقى كابتن بندق ابدا يا جدع، انا مصمم ان الاسماعيلي اتظلم، الاهلي بيكسب بالتحكيم، الدوري ده بايظ. طب اقول لك على حاجه، ليه كهربا ما توقفش؟ حد يقول لنا، حد يرد علينا. ده كان كلام كابتن بندق في قناه الزمالك. وقال لك كمان احنا عايزين حكام اجانب في ماتش القمه، الحكام المصريين دول مش هينفعوا معانا خالص. وبقى يقول اي كلام علشان بس يوضح لجماهير الزمالك ان اللي هم فيه حاليا ده مش تأثير منهم لا سمح الله، لا 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 لا، دي مجاملة للنادي الاهلي. ولكن بقى صديقي لو فكرنا 5 ثواني بالظبط، 5 ثواني بس مش اكتر من كده، ورجعنا لتاريخ مواجهات الاهلي والزمالك، هنلاقي ان نسبة فوز الاهلي على الزمالك في وجود حكام اجانب اكبر بكتير جدا او اكتر بكتير جدا من نسبة فوز الاهلي على الزمالك في وجود حكام مصريين. ولكن يا صاحبي هي الفكرة مش في حكام مصريين او حكام اجانب، هي كل الفكرة في الشماعة. انا عايز اي شماعة اعلق عليها فشلي، براحتك يا عمنا انت حر ان لم تضر، ولكن انت هنا بقى ضريت. اقول لك ازاي ضريت؟ اسمع يا سيدي، اراء حضرتك اللي وراها عقدة نفسية كبيرة قوي من زمان قوي ممكن تعمل حضرتك فتنة يروح فيها كتير قوي. كابتن بندق بقى في الحوار ده ما اقولكش بيعمل شغل فاخر من الاخر، عملها قبل كده في ماتش الاهلي والترجي وفي ماتش الاهلي والرجاء وفي ماتش الاهلي والوداد، وبسببه اتعرض الاهلي للخطر في تونس والمغرب وكمان يا صاحبي السودان. افهمني بس انا عايز اوصل لك ايه، انا مش بلومك على كرهك للاهلي، لا براحتك، ولكن لازم تاخد بالك انك للاسف ليك صوت مسموع ومن الممكن ان حد يصدقك ويمشي وراك، ساعتها هتبقى مشكله كبيره قوي كمان. وبالله عليك بلاش بقى جو ان سيد عبد الحفيظ بيعمل وكمان الاهلي بيعمل واداره الاهلي هي كمان بتعمل، لا 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 لا، ما تاخدنيش للسكه دي. انا بكلمك عن اللي انت بتعمله، بكلمك عن كرهك الواضح للنادي الاهلي، بكلمك عن عقدتك من الاهلي، بكلمك عن اثارتك لمشاعر الجماهير ومحاوله اشعال نار الفتنه بين الجماهير المصريه وكمان الجماهير الافريقيه. وبس كده خلاص، يا رب تكون الرساله وصلت. ومعلش حاجه اخيره لازم اقولها، الفيديو ده يا صاحبي فيه شويه فيديوهات كده بتاكد كل كلامنا بالدليل. لو الفيديوهات دي ما ظهرتش يبقى لازم تبقى عارف ان اليوتيوب منعها بسبب حقوق الطبع والنشر، فسامحوني، ولو ظهرت يبقى خير وبركه. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.